أهلا أهلا بالقعقاع بن عمرو، شرفت داري. تفضل تفضل. جئت لوداعك يا أبا طريف، فقد أرسلني أبو موسى الأشعري إلى المدينة المنورة على رأس جيش لحماية أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه من العصاة الذين يهددون حياته. خيرا فعل أبو موسى، خيرا فعل. ولكن اعلم أيها القعقاع أن هؤلاء العصاة هم إخواننا في الدين وإن أخطأوا، وكثير منهم لا يعقل ما يصنع. أخرجهم العصاة فخرجوا دون أن يعرفوا عن الحق مع من. فابذل جهدك ألا تراق الدماء. أرجو ألا نضطر إلى ذلك يا أبا طريف. اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. آمين. اسمع يا سهيل، طلب أمير المؤمنين أن نجمع له كل أهل المدينة، حتى أولئك القوم الذين يحاصروننا، فاذهب إليهم وأخبرهم أن أمير المؤمنين يريد أن يخطب بهم مساء هنا في داره. وماذا يفيد كلام أمير المؤمنين في آذان لا تسمع وقلوب لا تخشع؟ هذه النفوس لا تهدأ إلا بالسيوف. ولكن أمير المؤمنين يرى أن في قلوبهم لا إله إلا الله، وقد يستطيع أن يحرك الإيمان في تلك القلوب، ومن يدري لعلهم فتروا بعد طول انتظار، وربما قد تكون نفوسهم هدأت. هيا افعل ما طلبته منك، هيا. يا أهل المدينة، إني أستودعكم الله وأسأله أن يحسن عليكم الخلافة من بعدي، وإني والله لا أدخل على أحد بعد يومي هذا حتى يقضي الله في قضاءه، ولا أدعن هؤلاء الخوارج وراء بابي، ولا أعطيهم شيئا يتخذونه عليكم دخلا في دين أو دنيا حتى يكون الله هو الصانع في ذلك ما أحب. خيرا فعل أبي حين طلب منا ملازمة باب أمير المؤمنين، والله سيكون له ما أراد، ولا نفارق الباب ساعة ولا نسمح لأحد من الاقتراب منه. قد رابه هذا المساء بعض نظرات هؤلاء القوم في مجلس أمير المؤمنين، ورأى في أعينهم أنهم قد بيتوا أمرا. وماذا باستطاعتنا أن نفعل يا حسين وقد منعنا من قتالهم؟ ولهذا أمرنا أبي أن لا نقاتلهم طاعة لأمير المؤمنين. وماذا لو تكاثر الحرس؟ إن استطعتم اقتحام الباب فسندخل وراءكم، ويلحق بنا الكثير من الأعراب لنرد القوم عنكم. وماذا إن غضب ابن عديس وجماعته من تصرفنا دون الرجوع إليهم؟ إن استطعتم قتل عثمان فلن يجدوا الوقت ليغضبوا منكم. سيسود الهرج والمرج، ولن يعرف أحد من بدأ الأمر. متى تريدنا أن نخرج؟ انتظروا منتصف الليل وسيروا على بركة الله. عبد الله ومحمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ماذا تفعلان هنا آخر الليل؟ قد شك عماكما طلحة والزبير في نوايا القوم، فأرسلانا كي نحرس أمير المؤمنين. لا تقل لي يا حسن أن أبا الحسن قد طلب منكما ما أوصانا به أبوانا. أجل يا عبد الله، هذا ما حدث فعلا. اسمعوا، ما دمنا قد صرنا 4 فليذهب كل 2 منا في جهة حتى نحكم الحراسة. أعطني الحسن وخذ من شئت. ومن بقي لك غيري يا ابن طلحة؟ أزهدت في صحبتي؟ قد أبدلني الله بك، أتعلم من؟
الحسين بن علي. هيا يا حسين. هيا. علينا أن نخبر خراصا بأنهم لا يفارقون حراسة البيت أبدا. هيا. الحمد لله. أرأيتم كم بدا وجه أمير المؤمنين مرتاحا؟ لكن الحلم الذي رواه لنا عن لقاء الأحبة أقلقني. وأنا كذلك يا محمد. أن يرى أمير المؤمنين جدي وأبا بكر وعمر معا، هذه والله رؤيا غريبة. أرأيتم السرور الذي بدا على محياه وهو يقص علينا رؤياه؟ وكيف قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ستفطر معنا اليوم يا عثمان. لهذا أنا قلق من هذه الرؤيا. دعك من هذه الهواجس يا ابن طلحة. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. هيا. حمدا لله على سلامتك يا جعفر. هات ما عندك يا بني. لا سبيل إلى الوصول إليه. لن نستطيع أن نقتحم الدار وهؤلاء النفر يقفون على بابه. ما الذي يحدث؟ هل أصبح قتل رجل معضلة؟ لو كان من عامة الناس لما كانت معضلة، ولكن هذا خليفة المسلمين. خليفة المسلمين يا ابن سبأ. لن نستطيع قتله ما لم يقم معنا هؤلاء النفر من أهل البصرة والكوفة ومصر. وماذا أفعل إن كانوا إلى الآن لم يبتوا بأمر قتل عثمان؟ يبدو أن الأمر أصعب مما توقعنا يا ابن سبأ. قلت لي إن الحسن والحسين ومن معهما يقفون على باب داره؟ أجل. ذؤيب، أنت من أهل المدينة وأدرى الناس بدورها. هل من باب آخر لدار عثمان؟ لا. ما السبيل للوصول إليه؟ لا سبيل لذلك إلا أن ماذا؟ إلا أن أتسور عليه من عند جيرانه، حيث أن بابهم يطل على الجهة الأخرى من دار عثمان. ولكن أهل المدينة حاقدون علينا بعد أن منعهم عثمان عنا، فإن فعلنا ذلك سيجدونها حجة للانقضاض علينا. ستجدها يا ابن سبأ. هذا الذي كنت أحذركم منه. قد طال الأمر من حيث يجب ألا يطول، وقد نصحناكم أن احزموا أمركم، وها أنتم وقعتم في حفرة تهاونكم. هذا أبو موسى الأشعري يرسل إليكم القعقاع بن عمرو، ومعاوية يرسل حبيب بن مسلمة مع 10,000 مقاتل من أهل الشام. هذا ما توقعته منهم، ولكنكم لم تسمعوا مني. ولا تنسوا حجاج بيت الله الحرام الذين ألبهم عليكم عبد الله بن عباس. تبا، لقد حوصرنا من جميع الجهات. كله بسبب ترددكم. لم نكن مترددين، لم نكن مترددين. كنا نأمل أن يتنازل الرجل عن الخلافة ويقين دمه. كنا نختار الأحسن بين خيارات كلها أصعب من بعض. فما الحل إذن؟ ما رأيكم أن نعود من حيث أتينا ونؤجل الأمر إلى فرصة سانحة؟ بئس الرجال نحن إذن. أفحين أصبحت الفرصة قاب قوسين أو أدنى بدأتم بالتخاذل؟ أي جبناء أنتم؟ أما والله إن عدتم فلن يكف معاوية بن أبي سفيان يده عنكم حتى يردكم من البر والبحر. ابن جبلة على حق. لم يعد أحد من الصحابة يحبنا. إن تراجعنا الآن فلن نعود مرة أخرى. فلنقتله الآن
وننهي هذا الأمر. فعلى ما استقر رأيكم؟ لا إله إلا الله محمد رسول الله. زيد بن عمر بن الخطاب يستأذنك بالدخول أيها الأمير. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. هون عليك يا أبا عبد الرحمن، أمير المؤمنين ليس وحده في المدينة. كيف يا ابن قيس؟ كيف هم محاصروه منذ أسابيع ونحن هنا لا نعلم شيئا؟ وقد قلت له يا أمير المؤمنين اخرج معي إلى الشام، ففي الشام لن يتجرأ هؤلاء العصاة عليك، ولكنه رفض. قال لن أستبدل الدنيا وما عليها بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت له إذن يا أمير المؤمنين أرسل لك جند الشام يحرسونك. قال لن أضيق على أهل المدينة، لن يضيق على أهل المدينة، وما خفته قد وقع. السلام عليكم ورحمة الله. ورحمة الله. ما الذي سمعناه يا أبا عبد الرحمن؟ أجل يا زيد، دهماء مصر والكوفة والبصرة يحاصرون أمير المؤمنين. وهل فقدوا عقولهم؟ بل إنهم بكامل عقولهم يا ابن الفاروق، ولكن الشيطان قد زين لهؤلاء الفاسقين معصيتهم فخرجوا على أمير المؤمنين، خرجوا على صهر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، خرجوا على ذي النورين، على عثمان الطيب القلب، على عثمان النقي السريرة. اهدأ يا أبا عبد الرحمن، فوالله لن يجرؤ أحد على الاقتراب منه، فجدي علي بن أبي طالب عنده، وأخوالي الحسن والحسين وكل الصحابة. نرجو ذلك يا ابن الفاروق، نرجو ذلك. أهل مصر ويا أهل البصرة ويا أهل الكوفة، إننا قد خرجنا انتصارا لدين الله وانتصارا لإخواننا الذين ظلموا وانتصارا لأنفسنا. وإن عثمان بن عفان الذي عطل حدود الله وجعل الولاة من أقربائه وقسم الأعطيات على من يحبه ويواليه، ولم يعتزل أمر المسلمين بعد أن أساء إليهم ولم يف بعهوده. ومن لا يفي بوعده ليس له منا إلا عد السيف. وها هم أعوانه قادمون من مكة والعراق والشام لنصرته، فاجعلوهم نابا لسيوفكم قبل أن تكونوا نابا لسيوفهم. واعلموا بأن الله وعد الشهيد منكم بالجنة والآخرين بالنصر. من أراد الله واليوم الآخر فليسر إلى دار عثمان ولا يعود منها قبل أن ينصره الله. سيروا على بركة الله. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. تدري يا أخي، أحيانا تأخذني الأفكار بعيدا فأقول إننا لم نشهد مواطن عظيمة من مواطن نصرة هذا الدين، كالهجرة من مكة إلى المدينة وقتال مشركي مكة في غزوة بدر وأحد والأحزاب وغير ذلك من مواطن نصرة هذا الدين. لم نشهدها لأننا لم نولد حينها بعد، أو كنا صغارا. قد تربينا في عز الإسلام ولم ننل من الهجرة والجهاد والصبر على الأذى في الله ما ناله أهل بيتنا. ولكن بعد أن اشتد عودنا وأصبحنا رجالا، من الله علينا بالمشاركة بفتوحات عظيمة، فتوحات إفريقيا ضد الرومان الغاصبين، وفتوحات طبرستان قبل 5 سنوات برفقة هذا السيف. نعم، برفقة هذا السيف توجهت بأمر من أمير المؤمنين عثمان إلى صحراء إفريقيا، وجاهدت في سبيل الله نصرة لشرعه ونشرا لدينه. عفى الله عنك، تتحدث وكأننا لم نكن معا. سامحك الله، قد خانتني العبارة وما قصدت ما ذهبت إليه. إن أردت الحق فالفضل يعود بعد الله إلى ذلك الرجل المحاصر في بيته. قد آن لهذا السيف اليوم أن يرجع إلى سابق عهده ويشهد موقفا من مواقف البطولة بالدفاع عن أمير المؤمنين عثمان. هيا يا أخي، فقد تأخرنا على ابن طلحة وابن الزبير.
هيا بنا يا أخي. الله أكبر! قبل أن يصل المردة إلى دار أمير المؤمنين. طاب الموت إذا لم تكن البيت. لا بعدك يا أمير المؤمنين. يصلوا إلى أمير المؤمنين إلا على أجسادنا. أمير المؤمنين يمنعكم من قتالهم في داره ويخبركم أنهم يريدونه هو ولا شأن لكم بما بينه وبين. لا شك الله. اذهب لهم مرة أخرى ودعوا يأذن لنا بقتالهم. قاتلهم الله إنهم يشكون أن يحرقوا الباب. وأعطينا الإذن بقتالهم لنمزقنهم شر تمزيق. يقسم عليكم أمير المؤمنين بالخروج من داره وأن ندعه وحده معهم ولأن طاعته واجبة. فلنخرج. انطلقوا! 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 احضروا النار! أمير المؤمنين واجب علينا في الدار فقط. فلنخرج ونقاتلهم. لن نستطيع اقتحام الدار. تبا لهم، يعجزون عن اقتحام باب. قل لي، أين الدار الذي يمكن أن تصور به دار عثمان؟
لم أستطع قتله، رفعت السيف لقتله فرفع القرآن في وجهي وقال: القرآن بيني وبينكم. تبا لكم تعال. قتل عثمان في النار. قتل أمير المؤمنين. الحق قتل أمير المؤمنين. الحق قتل أمير المؤمنين. قتل أمير المؤمنين. أمير المؤمنين. قتل على المدينة. قتل أمير المؤمنين. قتل خليفة المسلمين. يا أهل المدينة. قتل عثمان. قتل الخليفة. قتل أمير المؤمنين. قتل أمير المؤمنين. قتل عثمان. أين دفاعكم عن خليفة المسلمين؟ تبا! كيف قتل عثمان وأنتم على الباب؟ كيف؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان. اللهم العن قتلة عثمان. اللهم العن قتلة عثمان. ماذا تقولون؟ تريدون الرحيل؟ وماذا تريدون أن نفعل؟ أو ننتظرهم حتى يأتوا إلينا ويذبحون قصاصا لدم عثمان؟ لم يعد أمامنا من مفر سوى الرحيل، فبهذا نضمن سلامتنا. وتتركون من تحالفتم معهم؟ ما زال دم عثمان طريا، والقوم في حالة غضب ولن يهدأوا حتى يثأروا له. إن كان من تحالفنا معهم لا يرون هذه الحقيقة فلنتركهم وشأنهم طلبا للسلامة. أرى أنه من الخير لك أن ترحل معنا، ففي ذلك سلامتنا جميعا. لا تتردد في حزم أمرك يا ابن ملجم، فثمن ترددك قد يكون رأسك. حسنا، سأرحل معكم، سأرحل، لكني لا أرى حكيم بن جبلة معكم. هل سيبقى هنا؟ لقد كان أول الراحلين، فقد سبقنا ورجاله إلى البصرة. تبا لكم من غدرة. تبا لكم. قتلتموه. قتلتموه. قتلتموه لم تعزلوه. تبا لكم من غدرة وساقة. قتلتموه ثم جلستم تبكون عليه. لم أرى قوما أكثر منكم صفاقة. غدرة فسقة. غدرة. تبا لكم. من يشعر منكم بالذنب فقد أذنب. إنما قتلناه نصرة لديننا وليس لنهب بيت مال المسلمين. قتلناه لكي نعيد الحق لأصحابه، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. فمن لم يرضى بذلك ألحقناه بعثمان. إلى المدينة يا قوم، إلى المدينة يا قوم، إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب.
لم نتوقع أن يصل بهم الأمر إلى قتل أمير المؤمنين. قلنا إن أقصى ما سيصلون إليه هو أن يملوا ويعودوا من حيث جاءوا، لا سيما أن بعضهم قد اعتزل الحصار. قلنا لعل الأمور بدأت تنصلح. لا أكاد أصدق ما حدث، لا أكاد أصدق ما حدث. اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى، اللهم خذ مني لعثمان حتى ترضى. الذي لا أستطيع أن أتخيله، كيف يستطيع المسلم أن يقتل أخاه المسلم؟ كيف يستطيع أن يشهر السيف في وجهه؟ هذا اللي علمه صلى الله عليه وسلم. والله يا أبا هريرة، إن محمدا من هؤلاء القوم براء. اللهم لعنهم في الدنيا والآخرة، اللهم لعنهم جزاء ما اقترفته أيديهم بحق أمير المؤمنين. يا الله يا رب. هنا ندفن السماحة والحلم والجود والكرم، هنا ندفن التقى، هنا ندفن من لم يعرف أهل الأرض قدره عند أهل السماء. أشهد أنك رابع 4 دخلوا في الإسلام، وأنك أمير البررة وشهيد القتلة، مخذول من خذلك، منصور من نصرك. وأشهد أنك صاحب الهجرتين وزوج ابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو النورين. رحم الله ذا النورين وابدله دارا خيرا من دار.
رحم الله أمير المؤمنين، قد مات مظلوما. رحمه الله. آثر أن يموت مظلوما ليجنب المسلمين فتنة على بدمه دون وقوعها. رأيت أبانا يغلب دمعه وهو يرثيه. ومن لم يرى ما كان منه حين قال: وأشهد أن النبي صلى الله عليه وسلم بشرك بالجنة مرات عديدة. لقد غصت عيون من كان في المقبرة بالدموع حين قال أبي: أشهد أنك جامع القرآن العظيم المكثر من تلاوته وتدبره، وأنك الإمام الخاشع البكاء الشجاع. وكيف لا يقول ذلك عن أخيه ورفيق دربه الذي صان دماء المسلمين حتى آخر قطرة من دمه؟ له فراق مؤقت بين الأحبة، ونسأل الله أن يجمعنا وإياه في مقعد صدق عند عزيز المقتدر. اللهم آمين. أجل يا ابن أبي بكر، سنظل هنا حتى نبايع أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، حتى نتأكد أن الأنصار كلها قد بايعت. رأي سديد يا مالك، فمن أحق من أبي الحسن بهذا الأمر؟ لا أحد، ولكن بعض أهل البصرة لهم هوى في طلحة بن عبيد الله، وبعض أهل الكوفة لهم هوى في الزبير بن العوام. عدنا للخلاف ثانية؟ لا تخف منهم، فهم قلة، وأنا وقومي سيوفنا رهن إشارة أبي الحسن، ولن يليها أحد غيره. سمعت أنه طرد أولئك الذين ذهبوا لمبايعته من أهل مصر والكوفة. هم استعجلوا الأمر فقط، ذهبوا يبايعونه وعثمان لم يدفن بعد. أخشى أنه لن يقبل بالخلافة أيها الأشتر، فعمي علي بن أبي طالب يحب الزبير وطلحة كثيرا. دعنا لا نستبق الأمور، لننتظر ونرى. اسمعوا أيها القوم، إنما يمنعني عن سل سيفي عليكم أنكم في بيتي وفي حرم مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أنكم جئتم تبايعونني بالخلافة فما شأنكم أنتم وصحابة رسول الله يملؤون المدينة؟ لعلهم حسبوا أنهم بقتلهم لأمير المؤمنين قد أصبحوا أصحاب الأمر والنهي في أمور المسلمين. اسمعوا، أما أمر الخلافة فلا شأن لكم به، وأما قتلكم لأمير المؤمنين فسنحاسبكم عليه ملتزمين كتاب الله وسنة رسوله، وعندما نرى منتهى أمرنا وإلى من تؤول الخلافة نتفرغ لكم إن شاء الله. أما وسيوفنا على عواتقنا، فشأنكم وما تفعلون. لولا أن يقول الناس إن ابن الزبير يقتل الناس دون إظهار البينة لآلت هذه الدار قبرا لهم. دعنا منهم الآن ولنرى ما الذي اجتمع عليه أصحابنا، وبعد ذلك سنحاسبهم واحدا واحدا على قتل أمير المؤمنين. اذهب يا بني وادع لي جميع الصحابة إلى هنا ما عدا عليا وأبنائه. أمرك يا أبي. ما بال القوم يتعجلون في اختيار خليفة للمسلمين ودم الخليفة المقتول لم يجف بعد؟ لا أدري ما نفعل، فما يجري لا يتحمله عقل، ولكنني أظن أن الصواب الآن أن نسارع في اختيار خليفة، فلا يجوز أن تظل الأمة بلا خليفة حتى لا تدب الفوضى فيها. صدقت يا حسين، إن اختيار الخليفة الآن ضروري لمنع أي فتنة قد تحدث، فكثير من الناس ناقمون على قتلة أمير المؤمنين، ولربما حدث صدام بينهم وبين هؤلاء القوم.
والخليفة المقتول ظلما. اطمئن يا أخي، اجلس وهدئ من رواك. دم خليفتنا في رقابنا ولن يضيع أبدا، ثم أن أبي ما زال ينتظر على ما سيستقر رأي الصحابة. سننتظر ونرى. السلام عليكم يا أبي. وعليكم السلام. هناك قوم من أهل البصرة جاءوا يبايعونك بالخلافة. وصار أهل البصرة هم الذين يختارون الخليفة؟ انتظرني قليلا. والله من مثلكم ليس له إلا السيف. كلنا نرى ما تراه أيها الأشتر. ليس لهذا الأمر إلا أبو الحسن، ولن نعود حتى يتم الأمر له. ولكن بعض الناس لهم هوى في الزبير وطلحة. ليكن هواهم حيث يكون، نحن لا نرضى لها إلا عليا. فإن لم يقبل طلحة والزبير وهما من هما؟ والله إن سيوفنا لم تجف بعد من دم عثمان. من خرج عن طاعتنا ألحقناه به. لا أدري من أي معدن جبل هؤلاء. غيهم لا يتوقف عند حد. لم تمضي سويعات على قتلهم للخليفة، وها هم يسعون للمزيد من الفتنة. للمزيد. والله ما وجدوا مني حين أتوني مبايعين إلا حد السيف. وكذلك فعل أبي. وعلي بن أبي طالب طردهم شر طرده. بارك الله فيكم جميعا، وفي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك يجب أن نسرع في اختيار خليفة للمسلمين. سيكون ذلك يا سيد الأنصار، سيكون ذلك بعد حضور الصحابة إلى هنا، وبمشيئته تعالى لن نخرج من داري حتى نرى من سيكون خليفتنا. ما هذا يا أم علي؟ بدل أن تتصبري وتحتسبي مصابك عند الله تبكين. أرأيت ما فعلوا بأمير المؤمنين عثمان يا حسين؟ لم يكفهم قتله، بل هجموا على نسائه وقطعوا أصابع زوجته نائلة ونهبوا ماله. لا تقلقي، سيلقون جزاءهم على كل ما فعلوه. غدا حين يعلم خالي معاوية بالأمر سيموت كمدا عليه. والله ما خالك أشد حزنا على عثمان منا، ولكننا أمرنا بالصبر، وهذا قضاء الله ولا راد لقضائه. اعذرني يا حسين، لكنني لم أستطع أن أتمالك نفسي. يغفر الله لك يا أم علي. قومي توضئي وصلي لله ركعتين لترتاحي. يا أبا عبد الرحمن. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مشرق وجهك يا ابن الفاروق. أي خبر كريم تحمله لنا يا صاحب رسول الله؟ الحمد لله، حسم أصحاب الرسول أمرهم باختيار خليفتهم. والله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعته يقول: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية.
ولكنك لم تخبرنا من اختاروا خليفة للمسلمين. اختار الصحابة أبا الحسن خليفة عليهم، فليس بين المسلمين من هو أصلح منه للخلافة. وهل قبل بالبيعة؟ أقصد أنني أعرف أنه يريد أن يكون وزيرا لا أميرا. أقر للقوم بيعتهم حتى لا تفترق العباد وتفسد الأمة، على أن تكون مبايعة الصحابة له على رؤوس الأشهاد وأمام الملأ في المسجد. بارك الله به وأعانه على هذه المهمة الصعبة. هيا بنا لنلحق بالقوم إلى المسجد ونبايعه معه. على بركة الله. هيا.